زملاء في الاستوديو يشكر لك فهد اقبل الجانب الان الكابتن ابراهيم هزازي. كابتن ابراهيم، تعادل بطعم الفوز لا سيما وجود طرد مع بدايه الشوط الاول. اول شيء الحمد لله، مبروك هذه الشباب، بارد لك لنا. زي ما قلت هزيمه بطعم الفوز، يعني كنا صراحه في الملعب اليوم يعني كنا ناقصين دعم الجمهور بكل امانه، هو كان الاساسي لنا. صح خيبناهم بس الحمد لله خرجنا احنا رافعين رؤوسنا، ادينا اللي علينا وزياده الحمد لله. من تقول مبروك للشباب وهارد لك لنا مباراه التعادل، ونقول لكم انتم مبروك لانها بطعم الفوز. هذا انت تقولون، احنا ما نقول، احنا ندي علينا في الملعب. الكلام هذا الناس تتفرج من برا، الناس الخبره والناس اللي فاهمه كوره هم يتكلموا الكلام ده. طيب ابراهيم، انت تشوف ان الطرد اثر عليكم من خلال مجريات المباراه ولا لا؟ لا اكيد، يعني انا ما بتكلم عن الحكم، بالعكس ما قصر الحكم ما قصر المباراه، بس الطرد الساعه انا حاسس انه استعجل فيه، فاهم؟ بالعكس جت صالحنا، غلطات اهدافهم كانت غلطات مننا، دائما الكره اهداف غلطات معروف. ادينا اللي علينا، الله ما اراد ان نفوز، يعني اقل كان تعادل بكل امانه. طيب ابراهيم، تقدمتوا بعد الطرد، ما كان عندكم القابليه مثلا انكم تسكرون على الدفاع، ما تحاولوا تقللون هجمات للمحافظه على شباككم وايضا للنقص العددي. لا هو بالامانه هي كان الروح كانت اساس الشوط الثاني، بكل امانه اديك اياها، لا انه تكتيك ولا اي شيء. الاتحاد دائما معروف بروحه برجاله بجمهوره، ادانا اللي علينا الحمد لله. زي ما قلت لك ما بعيد الكلام ثاني مره، هذا جمهور الاتحاد نعوضهم ان شاء الله المباراه الجايه باذن الله. ابراهيم، طمنا عن اصابه نايف. لا ان شاء الله بسيطه، بس هي غرز في راسه، فجعتنا صراحه في البدايه، بس الحمد لله بسيطه الحمد لله. بالسلامه وشكرا لك ابراهيم. عفوا.